ال 13 سنه و 14 سنه اللي لعبتهم ما نلتش انذار في انما ضربت الحكم. لا الحكم دي هي ما كانتش ضرب ولا حاجه، هي كانت خناقه ما تعرفش. وانت عارف جمهور بورسعيد متعصب شويه، رغم ان انا جمهور بورسعيد ده انا بعتز بيه قوي وبحب بورسعيد قوي قوي قوي، لاعبتها وجمهورها. يعني انا هاجرت معاهم في شبرا الخيمه، من احب الناس لقلبي جمهور بورسعيد. جميل. قول لي حكايه الخناقه دي ايه طيب، طالما احنا توقفنا عندها؟ والله الخناقه دي كنا بنلعب مع بور فؤاد في بور فؤاد، والكنال مش عارف بيلعب مع مين في اسماعيليه، ومن ترتيب نمره 1 في الدوري لغايه الرابع هيلعب الدوره الصيفيه في اسكندريه. فاحنا كنا الرابع وفرق ب2 بونت بيننا. انت عايز تكسب عشان تستمر انا عايزين نكسب فكسبانين 2-0. فالحكم فتحي نصير الله يرحمه ويحسن اليه اداهم ضربه جزاء. فبنقول له لا يا كابتن دي مش ضربه جزاء وبتاع. اميل اسناوي قال له لا مش ضربه جزاء، ده انا واخدها على سيدي. راح طلع كارت وطرد اميل اسناوي. فجاه لقينا واحد اسمه اوراني كان بيلعب في نادي الكمال بيضرب عبد السليم بالقلم، وعبد السليم بيجي وراه، شاف الحكم راح طرد عبد السليم. طرد 2 وضربه جزاء. وضربه جزاء و2 ايه يعني 2 يعني 2. واحد زي عبد السليم ده لعيب ملوش حل، واميل اسناوي ورا بيلعب جنبي برضه، ده يعني ركيزه كبيره في الفريق. فلعبنا ناقصين، فرحت انا محول من الباك رايت ورحت جاي لاعب مكان اميل اسناوي ولعبنا، جبنا جون ثالث ما اتحسبش، مش عايز يحسبه لنا. فتحي نصير كوره ثانيه اتلعبت، رحت انا مطلع الفرقه اوفسايد على اساس اوفسايد، قال لي الراجل يجري وما حسبش اوفسايد. جابوا جول، راحوا جايبينها الجون الثاني، بقينا 2-2. فانا ماشي جنبه بقول له يا راجل حرام عليك انت قابض. صراحه انا طلعت مني كده بقى، قلت لهم قبضوك انت قابض. فراح مطلع كارت، انا شفت الكارت بيطلع فبزقه بقول له حرام عليك كده، لقيته وقع في الارض والناس اتلمت وبقت خناقه. وقفوك عن اللعب. الشطط شط نهائي.